السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع حضراتكم من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي يا حضرات عند شارع بورسعيد، من منطقة أول الزاوية يمين كده يا حضرات، من تحت الكوبري اللي حضراتكم شايفينه دون شارع سكة الويل يمين، يودينا على مصر الجديدة صلاح سالم مدينة نصر، يودينا على دار الإشارة. شمال من نفس تحت الكوبري دون الناحية التانية كده يا حضرات، اللي حضراتكم من الكوبري اللي احنا هنعدي من تحته كده شمال من تحت منه كده يطلعنا على منطقة الزاوية الحمراء. حابين نروح الخلفاوي المظلات، نطلع على شبرا بنها الحر، نطلع على كوبري تحيا مصر. اما بالنسبه لحضراتكم لو احنا هنكمل كده على طول، احنا كده هنكمل على طول بنطلع على منطقه الويلي ومنطقه سواح. حابين نطلع على القمريه، حابين نطلع على شارع الكابلات، حابين نطلع على مسترد على طول كده مباشره. لو لفينا ورجعنا تاني يا حضرات نطلع على، طبعا نطلع على كوبري غمره، نطلع على العتبه، نطلع على الموسكي، نطلع على باب الشعريه لحد السيده زينب. دي الشارع بيربط شارع بورسعيد، شارع حيوي جدا وبيربط اماكن كتير جدا ببعض. كنت حابب ان اصور مع حضراتكم الطريق هنا يا حضرات. الشارع دون ما كانش كده، الشارع دون ابتدى يتم التطوير فيه. طبعا دلوقتي اكتر حاجه واضحه قدامنا دلوقتي ان الطريق على شمالنا اترصف رصيف في النص، حاجه محترمه جدا. عمدان نور طول الطريق بسوا واحد وشكلها شيك جدا وبتنور بالليل اضاءة كاملة للطريق كله. الطريق هنا هيتسفلت ومجروف كله بالكامل، في اعمال انشاء قوية فيه وفي اعمال تشغيل قوية فيه. بيظبطوا البنية التحتية للطريق عن طريق الاسلاك الكهربائية وشبكات الصرف جنب طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده في اعمال انشاء قوية جدا في المكان، والطريق مش في افضل حالاته. لكن الطريق ده كان متعب جدا قبل ما يتم اعمال التطوير واعمال الانشاء فيه، لانه كان طريق حيوي جدا ورابط اماكن كتير جدا ببعض. وزي ما حضراتكم شايفين الميكروباصات موجودة عليه، لامم الميكروباصات، لامم التكاتك، لامم غير التعداد السكاني، ماسك اماكن تجارية كتير جدا. الملف كان في ملف ورا، بص الملف اتقفل واتعمل هنا بشكل ممتاز جدا. وزي ما حضراتكم شايفين هنا طبعا هنا بقى في تكاتك وميكروباصات وعربيات نقل، فالشارع بيبقى عليه تكدس. انا بصور احنا بالصبح يا جماعه، وطبعا التكدس المروري دلوقتي قليل جدا. انا عايز اقول لكم الشارع ده في الذروه وساعه طبعا في الاوقات التجاريه. تخيلوا بقى مثلا داخلين على موسم رمضان، طبعا الشارع ده بيجي له ناس من كل اماكن الدنيا، انه بيعدي على العتبه والموسكي والويلي، اماكن كتير جدا حيويه هنا في البلد بغض النظر عن اي مواسم. فالشارع ده في الوقت العادي في الذروه بتاعته بيكون زحمه، فتخيلوا بقى زحمه، الشارع ضيق، ميكروباصات، الشارع مش ممهد للمشي، فالكلام ده كله كان بيعمل ايه؟ زحمه مروريه قويه جدا. لكن انا متاكد ان الطريق بعد ما هيخلص هيبقى افضل بكتير، هيتخطط، هيترسم، هيبقى الشكل الجمالي للشارع افضل بكتير. اللي سايق على الطريق هيبقى مستمتع اكتر من الاول. ان انا ليه بقول كل الكلام ده؟ ان ما شفتش طريق بصراحه في الفتره اللي حصلت في البلد دي اتعمل غير والطريق اتخدم بشكل ممتاز واتعمل على احسن واعلى مستوى. تمام. فانا وفي نفس الوقت يا حضرات انا مش لا انتمي لاي جهه ولا انتمي للحكومه ولا انتمي لاي حاجه، انا مواطن زي اي مواطن طبيعي. كل الحكايه ان انا نازل من البيت شفت ان هنا الله، بص الشارع هنا ده ابتدى يتطور فيه، ابتدى ينضف، فانا كنت حابب ان اصوره لحضراتكم قبل ما يتم التطوير فيه بشكل كامل. وفي نفس الوقت كنت حابب ان اوري لحضراتكم اهميه الشارع واهميه الاماكن اللي بيربطها ببعض، وفي نفس الوقت نشوف كل حاجه على ارض الواقع وعلى الطبيعه مباشره. احنا دلوقتي هنا كل اللي اتعمل ان الطريق انجرف واتعمل رصيف على ايدنا الشمال زي ما حضراتكم شايفين كده بجانب الطريق كله بعمدان اناره، وظبطوا البنيه التحتيه وشبكات الصرف بجوانب الطريق سواء من الناحيه دي او من ناحيه بالجهه المعاكسه. احنا هنا حضرات بعد ما خلصنا منطقه الويلي والزاويه طالعين دلوقتي على ميدان سواح. من ميدان سواح ده حضرات لو حابين نطلع على طول بنطلع على مسترد، حابين نخش يمين بنخش على القمرية، وبنخش على لو حابين نطلع على سراي القبة، ميدان الحدايق،
القصر الجمهوري، حابين نطلع على المطرية، حابين نطلع على اماكن كتير جدا، مصر الجديدة. الكلام ده كله من خلال يمين. ده ميدان السواح زي ما حضراتكم شايفين كده. بالمناسبة كل الكباري اللي اتعملت هنا دي كباري جديدة، وكباري برضك يسرت الحركة. الميدان ده كان الاول كان سيء جدا، دلوقتي افضل بكتير. تمام. احنا دلوقتي يا حضرات شايفين على ايدنا الشمال، بص شغل في كل مكان في البلد بصراحة. احنا كده على طول زي ما وضحت لحضراتكم، على طول كده نطلع على مسترد يمين من تحت الكوبري اللي هيقابلنا. يعني في كوبري هنا يا حضرات، في طلعت كوبري اهي على ايدنا الشمال، يمين من تحت منها زي ما انا ما هاخد كده. اليمين ده يا حضرات بيودينا على شارع كابلات يمين، ونقدر من خلاله نروح المطرية، نقدر من خلاله نروح عين شمس، نقدر من خلاله نروح مسترد تحت الكوبري. شمال يا حضرات من تحت الكوبري ده نطلع على عبود، نروح على العبود ونطلع على كوبري تحيا مصر ومحور الضبعة من الصحراوي. حابين نطلع على شبرا بنها الحر بنطلع شمال. يمين شارع الكابلات ميدان المطرية. وانا كنت بشكل مبدئي حبيت ان اصور لكم واوريكم شارع بورسعيد واعمال الانشاء والتطوير فيه، واشوف وش حضراتكم في فيديو اخر من قناتكم لفة في مصر. وما تنسوش تدعموني في القناة بلايك والاشتراك، واشوف وش حضراتكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.